شوف المهم حنا دركا مع السي كوكو راح نكملوا برنامج تغذيه على العموم، يعني لي كروند ليني اللي راح يوقعوا فيها الفلاحين وتجيب نتيجه رائعه. وكما تشوفوا ها هو مثال حي قدامكم وتشوفوا مانا رانا نشهروا لا نديروا علامات تجاريه، لا عندنا رانا قاعدين نتبعوا في المسار ويبقى له الاختيار الفلاح. المهم الاختيار صحيح للسماد باش يعرف الفلاح هذا التحاليل مهما كانت، يعني ما كانش عنده اطلاع وما يعرفش كيف الطرق. عندنا اون بارسيل يعني نموذجيه اللي رانا نحثوا الفلاحين الكل يتصلوا بمولاها ولا يجيو يزوروها يلقاو كل الدعم وكل النصائح وكل الارشادات من عند السي كوكو. يقدر يتفضل لنا يبدا لنا برك كيفاه دار هو. تقدر تفضل لنا كوكو وتعطينا الطريقه اللي درت بها ونجحت وصلت لهذا شوف انا نهار الاول لقيت سماد العمق نحيته خلاص خاطر انا عندي تجربه. قول لهم سماد العمق هو هذاك اللونغري اللي كحليت دروكا كاين صيغه كتلقاه مثلا مونو ولا داب ولا تي اس بي ولا يعطي تي اس بي مثلا. هذا هو المشكل تاعنا، يطلع لنا يدير لنا بلوكاج تاع الفوسفور تاع التربه. كي يبلوكي لك الفوسفور راح يبلوكي لك انت 6 عناصر صغرى يبان لك عرض تاع الحديد. تضاد مع الحديد والفوسفور. انا جو بريفير نخدم مثلا بلاسيد فوسفوريك هو يعني عالي الفوسفور فيه 85% فوسفور يهبط يستفاد منه النبته. ونخدم بلي مثلا في عوضنا باش نجيب الغبار هي كيما معلومه هو قيمته تقريبا 6 ملايين ولا 7 ملايين باش دير انت واش راح يكفي وراك تخدم كيما واش نخدم مثلا بلاسيد هيميك بلاسيد فولفيك هذا يعني السومه تاعو راهي مليحه وتزيدك في الانتاج كيما راكم تشوفوا. الانسان لازم هذا هو السيبور تاعنا، لازم تخدم التراب تاعك، والتراب باش تخدمه لازم بليزاسيد تهبط البي اش تاعك، تريق البي اش تاع التربه تاعك وتحافظ على التربه تاعك. هذه الله فيك. ويعني كاين التدخل تاعو ثانيه انه يعطيها كميه جرعه تاعها من البوتاسيوم اللي يعتبر في الديماراج بعد ضروري ولازم تاخذ حقها من البوتاسيوم. واش استعملت قلت لنا البوتاسيوم استعملت سلفات البوتاسيوم. سلفات البوتاسيوم ديجا تلقاها 48 سيكون تلقى فيها 48% كبريت و50% بوتاسيوم. ديجا الكبريت هو بعد يريق البي اش تاع التربه. محمد يعطيك الصحه هو اصل تاعو حامض يهبط في البي اش تاع التربه. والبوتاسيوم راهو مسؤول هو على الترونسبور هو اللي يطلع الغذاء من الجذر للنبته وفي قدام فكر يعني هو البوتاسيوم. هذه الانسان لازم يتبع مسار تقني، مسار تقني ما حناش راح نلحقوا. ومسار تقني كل تربه يعني تلقاه كل منطقه تلقى مسار تقني تاعها واحد، خاصه الفلاحه الصحراويه. هو اللي راح يدير مسار تقني تاعو، خاصه الفلاحه الصحراويه. لازم الناس اصحاب الخبره واصحاب العلم اللي كيما في كوكو خونا اللي مطلعين وعندهم تجربه وخبره في الميدان. وكيما راكم تشوفوا كلش بالدليل ماشي يعني هضره هكذاك. ها هي كي راهو في مراحل متقدمه. السقي ايضا عنده قال لك التكلفه، يعني لا تكنيسيتي هذه وقتها ندخلوها رانا باش نقصوا تكاليف الانتاج. يعني اذا وصلنا ان نقصنا تكاليف الانتاج برك ديجا مهما كان بقينا في نفس الانتاج كنا نجيبوا 600 قنطار وبقينا فيها ونقصنا التكاليف ديجا رانا نجحنا. هو راهو يقول لك راني درك جاني تاع سونال غاز قاعد يقول لي انت راك تسرق في التريسيتي تالمون ديما الفاتوره منخفضه، يعني مش يعني بضحكه تالمون ما يستعملش الكهرباء. عندك قداش شحال تجيك في 35 مليون يعني منخفضه بارابور مقارنه بالاخرين. وعنده ايضا اقتصاد المياه الجوفيه. حنا على بالك لو كان نقعدوا كيما هكذا منا ما على بالناش قداه راهو حنا ما كانش يعني المياه الجوفيه ماشي يعني نقولوا حنا قادره تجدد مع درك التغيرات المناخيه هذا والجفاف راك تشوف فيه. الا ماذا بينا نحافظوا على المياه تاعنا. الله فيك. الانسان يحافظ غير الاجيال القادمه. يعني هو مهما كان عنده ايضا يقوم بتربيه المائيات في الحوض تاعو في الباسين هاوليكا يعني اون فارم متكامله بكل المعايير. ننصحوا الفلاحين انهم يتقدموا يعني ياخذوا يديروا كوم ديمونستراسيون ولا المعاهد بعد المعاهد تجي هنا ودير معاه دراسات ودير معاه كما اللي تيجي شي عندها اون بارسيل بيلوت راح ديرها ماذا بهم يخيروا. والايام الارشاديه يكونوا عند الناس متمكنين واللي عندها علاقات مليحه مع الفلاحين يجيو عندهم يروحوا لهم. ولقينا عنده كل الابواب مفتوحه وعائلات فلاحيه وثوريه وكل شيء يعني ماشي غنيه عن التعريف. هذه هي خويا كوكو ونحييوك. بارك الله فيك حسام ومرحبا بك. والله يعطيك الصحه. الناس
يتعلموا وحنا نتعلموا، وهذه هي. بارك الله فيك خويا. وكان معكم جمال حسام الدين، رفقة مولود مشري المدعو كوكو، فلاح بمنطقة فلاح وخبير في الفلاحة الصحراوية والحبوب بمنطقة قصير الطراب. بابا الحاج علي غني عن التعريف. نحييكم والسلام عليكم.